دايما قصص النجاح والصعود من القاع للقمة بيكون ليها إقبال عند المشاهد، عشان كده على طول هتلاقي صناع السينما بيحولوا قصص النجاح دي لأعمال فنية، لأنهم بيكونوا ضامنين جزء كبير من نجاحها عند الجمهور اللي بيحب النوعية دي من الأعمال اللي بتعرض قصص واقعية. الأبطال قرروا إنهم ما يستسلموش لليأس ويتحدوا الصعاب عشان يلاقوا النجاح في نهاية طريقهم. ويا سلام بقى لو كانت قصة الصعود من القاع للقمة دي حقيقية، زي قصة فيلمنا النمر الأسود اللي هكلمكم عنه في فيديو النهاردة. وأنا صغير الفيلم ده كان بالنسبة لي كان من أحلى أفلام السينما المصرية، لكن لما كبرت الفكرة دي اتغيرت عندي، لأني عرفت الجانب المظلم من النمر الأسود. وواضح كده إني كنت فاهم الفيلم غلط. بس قبل ما أكمل كلامي عن النمر الأسود، ياريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصاتي هيبدأ الحكاية. حكايتنا بتبدأ سنة 1984، وبيكون راوي الحكاية السيناريست بشير الديك اللي بيقرر هو والمخرج عاطف سالم إنهم يقدموا قصة نجاح حقيقية على شاشات السينما المصرية. بطلها عامل خراطة مصري اسمه محمد حسن. محمد حسن قرر إنه يتحدى الصعاب ويسافر ألمانيا عشان هناك يكتب أول سطر من قصة نجاحه. الدور لما اتعرض على احمد زكي اعجب بيه جدا، خصوصا ان تيمة الشخصية بتاعت محمد حسن كانت من الشخصيات المفضلة عند احمد زكي، لانها شخصية بتمر بتحولات وتغيرات كتير في افكارها وثقافتها. وتجسيد الشخصيات دي طبعا بيكون محتاج جرعة تمثيل عالية. ولما نذكر كلمة التمثيل لازم نحط جنبها اسم احمد زكي. السيناريست بشير الديك قرر انه يحرف شوية في القصة الحقيقية للنمر الاسود ويضيف عليها شوية تغييرات. من ضمن التغييرات دي واللي أكيد هتصدمك، هيلجا البنت الجميلة اللي حبها محمد حسن. زي ما شفنا في الفيلم إن أبوها كان رافض محمد حسن وما كانش موافق على جواز بنته منه، وقرر إنه يطرده من ألمانيا. ولكن هيلجا بتتحدى أبوها وبتتجوز محمد حسن وبتجيب له ابن، ومحمد حسن بيكون من أشهر أغنياء ألمانيا بعد كده. دي النهاية السعيدة اللي كتبها بشير الديك، لكن نهاية النمر الأسود اللي كتبها القدر لمحمد حسن كانت مأساوية. محمد زي ما شفنا في الفيلم أبو هيلجا هدده إنه ما يتجوزش بنته، وعشان يبعدوا عن بنته طرده من ألمانيا. وبعد كده بعد عن هيلجا وما اتجوزهاش خالص عشان بعدها يسافر السويد وتبتدي قصة نجاحه هناك ويكون من أشهر رجال أعمال السويد، وهناك اتجوز واحدة أكبر منه. فيلم النمر الأسود عرض مشكلات وقضايا مهمة جدا، منها فكرة العنصرية بكل أنواعها، اللون والعرق والدين. وده اللي شفناه مع زميل محمد الراجل الألماني، اللي أول لما بيشوف محمد ما بيقبلوش وبيكرهه كره العمى من غير أي سبب، رغم إن محمد ما عملوش أي حاجة. وبنشوف كمان العنصرية من أبو هيلجا اللي مش عايز يجوز بنته لمحمد لأنه مش عايز أحفاده يكونوا زنوج زي أبوهم. من ضمن مميزات الفيلم وسلبياته في نفس الوقت هي الأغاني. مفيش شك إن أغاني النمر الأسود كانت حلوة جدا وكانت من أهم أسباب نجاحه. انت أصلا لو شلت الأغاني من الفيلم ده هتحس إن في حاجة ناقصة، هتحس إن النمر الأسود مفيش فيه روح. لكن زي ما بيقولوا لو الشيء زاد عن حده انقلب لضده. أغاني الفيلم كانت كتير جدا، وده اللي شفناه في أول ساعة من الفيلم. مش معقولة يا جماعة كل 5 دقايق أغنية ولا كأننا في فيلم هندي. ده حتى الهنود ما بيعملوش كده. الأغاني دي كانت بتفصل متعة المشاهدة في النمر الأسود. انا في المانيا بشتغل في مصنع. بتشتغل ايه؟ بشتغل خراط. كمان من ضمن سلبيات الفيلم الكاتب قدم لنا شخصية محمد حسن الشاب المسلم اللي بيخاف ربنا وحافظ تعاليم دينه. في البداية محمد كان رافض ان علاقته بهيلجا تكون نزوة وكان عايز يتجوزها، ولكن كلنا بننصدم في نهاية الفيلم لما هيلجا بتقوله إن حامل منه، معنى كده إن حصلت علاقة غلط منهم. والنقطة دي في نظري كانت من أهم سلبيات الفيلم، لأنك أنت في أول الفيلم قدمت شخصية محمد حسن إنها شخصية ملتزمة دينيا، وفي الآخر خليت الشخصية دي تعمل علاقة حرام مع هيلجا البنت اللي هو بيحبها ويجيب منها طفل كمان. فين المنطق في كده؟ الكاتب حب إن هو يعرض نموذج ناجح ومؤثر يكون قدوة لأي شاب مغترب. بس ثواني، ازاي محمد حسن قدوة وهو محافظش على تعليم دينه وعمل علاقة حرام؟ انا فاهم انها قصة حقيقية، بس بشير الديك غير في النهاية الاصلية للنمر الاسود وخلاه يتجوز هيلجا رغم انه ما اتجوزهاش. طيب ليه ما غيرش في التفصيلة دي هي كمان وشالها خالص من الفيلم؟
شخصيات الفيلم الرئيسية ما كانتش كتير، هما 3 شخصيات بس، محمد وهيلجا وطبعا كوستا. بس ما شاء الله على كوستا يا جماعة، كوستا كان بيتكلم مصري لبلب ولا كأنه متربي في السيدة زينب. نهاية الفيلم كانت متكروتة بشكل غريب. في النهاية محمد حسن بعد ما بيتجوز هيلجا بيغتني فجأة وبيكون من أشهر رجال الأعمال في ألمانيا. أنا حاسس إن الفيلم ده اتشال منه مشاهد كتير في المونتاج. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيك، هل النمر الأسود فيلم حلو ولا واخد أكبر من حجمه؟ لو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. النهارده على عشاء. موافق، بس احنا فين والعشاء فين دلوقتي؟ طب نبدأ الدرس الأول. نسي هيتنسي. مش ممكن النهارده عندنا نسيتك. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.